العديد من الشركات الصينية المتميزة بمهارات فنية والمستعدة لمواجهة الصعوبات والتحديات حصلت على إشادة عملائهم الأجانب الذين سبق لها وأن تعاملت معهم. والجدير الجزائر أحد هؤلاء العملاء، حيث يقام حاليا بها أطول نفق جزائري وشيك الانتهاء من أعمال البناء. جانتاس هو نفق للسكك الحديدية والجزء الهام والأصعب من مشروع بناء خط سكك حديدية مزدوج طوله 55 كيلومترا بالجزائر، ويبلغ طول هذا النفق ذي مسارين 14.68 كيلومترا. الجانب الأيسر منها يبلغ طوله 7.346 كيلومترا والجانب الأيمن 7.355 كيلومترا، وسيتم إنجازه كلية في يوليو من هذا العام 2017. وبعد الانتهاء من هذا النفق سيتم ربط مدينة البليدة وتيبازا إلى غاية عين الدفلة عبر خط مواصلات أكثر سلامة مرورية من الطرق السيارة، والذي من شأنه كذلك أن يحد من أزمة المواصلات التي تعاني منها المنطقة خاصة والجزائر عموما، حيث سيختزل المسافات الزمنية للمتنقلين من المسافرين بين غرب وشرق البلاد. يعاني الشعب الجزائري كثيرا من مشاكل المرور، والسكك الحديدية قديمة الآن، لذا نحن نشعر بالسرور لقرب الانتهاء من إنجاز خط السكك الحديدية، فهي تسهل تنقل المسافرين بين الشرق والغرب.